اولا نتوما اذا كنتوا تتقراو في المدارس ديال اللي وانا تنحييكم الان. انا يمكن نقول انني موظف وزاره الصحه، تنحييكم على المجهود اللي تقوموا به، وتنحيي كاع الشغاله الصحيه اللي يعني على المجهود الجبار اللي تيقوموا به بالنظر للظروف الصعبه. اذا كنتوا نتوما تدافعوا باش تعرفوا هذه القضيه، هذا حقكم على التشغيل. الوزير او الحكومه عندها مسؤوليه ديال المواطنين المغاربه كلهم، وماشي المغاربه كلهم في الدوله. كاين مغاربه تيخدموا في القطاع الخاص ويكيدون ويجتهدون، حتى هذوك مغاربه وتيأديو الضريبه. انا تنهضر بشكل عام، بالعكس وانا غنقولها رغم انني اشتغل في القطاع العام. القطاع العام هو مضمون. انا كموظف في الدوله يمكن ما نجيش نهار يميك عليا الشتا في المنضه ديالي غادي تدوز، ولكن اللي تيشتغل مسكين في البنكه او في المعمل او في الشارع اذا ما اشتغلش ما يتعشاش. وبالتالي تحيه حتى لهاد المواطنين، لان حتى هما ماشي في الدوله ولكن في الخاص، وتياكلوا الخبز وتيعيشوا العائلات ديالهم وتيأديو الواجب الدوله، حتى هادو مغاربه. فيما يخص المرسوم، شنو هي الحيثيات ديال المرسوم؟ انا تنقول لكم هذا الكلام ماشي معنى انه هو قران ما غيتناقش ولا ما يتحسنش. غنقول لكم الحقيقه الامور، شنو هو البناء علاش كتبنى المرسوم. وفي لي بروبو ديالكم هناك اشياء تقولوها راه عندكم الصح، باش نكونوا واضحين، عندكم الصح وغنقولها لكم، واشياء تقولوها راه ما عندكمش الصح، راكم غالطين. وهذه هي العقلانيه ماشي الشعبويه. انا غنقولها. المرسوم جا الاعتبار اللي جا عليه هو اولا الدستور تيقول المساواه وتكافؤ الفرص. وانا قبيله ما قاطعتكش. الا بغيتيني نمشي بحالي ما نجاوبكش ما نجاوبكش، وانت اللي غتطيع ماشي انا. تصنت مزيان. اولا الحوار، عكس ما قلتوا بان الوزاره لم تفتح الحوار، اليوم استقبل جوج ممثلين التنسيقيه ديالكم من الرباط، جاو عندنا المقر الحزب واستقبلتهم. ومن الان ادعوكم الى عندكم لجنه ماشي غير على ديال فاس، على الصعيد الوطني هذه السياسه. هي ما يهمش انتم بحال اكادير بحال الرباط. الى عندكم لجنه وطنيه من الان اجيو نهار الاثنين البيرو نستقبلكم، ما كاين حتى مشكل، مرحبا. باب الحوار ما مسدودش ونتناقشوا معكم. دونك اللي قال هذه الهضره ما طلبتوش الحوار، طلبتوا تشوفوا شي واحد قال لكم لا. هادو اللي طلبونا في الرباط استقبلتوهم انا اليوم لمده الساعه، عطوني لي في الكلافي في يدي وكذا وهذا حنا تشوفوكم ما كاين مشكل. دونك يا سيدي ما كاين اشكال، يعني الا عندكم بير مطلبين مرحبا. ما طلبتوش الحوار وقال لكم شي واحد لا. اذا على كل حال ما غنرجعش انا دابا للحيثيات ديالي. انا غنقول لكم الحوايج اللي عندكم فيها الصح. اولا المرسوم ماشي غيدمج، يعني في حاله تطبيقه هو بعدا مازال ما دخلش عليه، ماشي غيدمج هاد الناس اللي قراو في البريفي، غادي يدوزوا المباراه. وانا غتصنتوا لنا ما تبقاو تجاوبوني كتنقبوا. انا عارف هذا الاسلوب، اذا غتصنتوا لي الله يخليكم نجاوبكم. اسمح لي. المرسوم تيعطي المباراه، متفقين اللي عندكم فيها الحق دافونس، ما كاينش تكافؤ الفرص. انا اتفق معك، راه اللي عندكم فيها الحق عندكم فيها الحق، ولا ما عندكم فيها الحق ما عندكم. صحيح انتم دخلتوا لي زيف 16، كاين اللي دخل 15 دو مويه، انا هادشي تنعرفو. 16 هي 17 خدتو ب 17 خدتو ب 18، هادشي عارفين. خدتو ب 17 وتتقراو في الدوله، وهذيك معاهد ديال الدوله، وهذاك اللي تيقرا في البريفي يمكن عنده غير 10 ومشى تيخلص. هذا صحيح، هذه عندكم فيها، عندكم فيها. مدارس التكوين الخصوصي انا متفق معكم ان البعض منها مستوى التكوين ديالو ضعيف، ولي ستاج اللي تيديروا ماشي بحالكم، عندكم فيها صافي. كاين شي اكشن من هذا الشيء، هذه عندكم فيها، عندكم فيها. ولكن ماشي كلها مؤسسات التكوين الخاص المستوى ديالها متدني. هناك ودايور ما تيسمحش لجميع مؤسسات التكوين، غير اللي اكريديتي معتمده. البعض منها التكوين ديالو في المستوى، والبعض منها التكوين ديالو في المستوى، عندكم فيها. هما ما عندهمش المعدلات اللي عندكم فيها. ولكن حنا فاش قلنا المرسوم ما قلناش قران. السيد الوزير اليوم يقترح اجراءات مصاحبه. البارح اجتمعت انا مع الكاتب العام ديال التكوين المهني. اولا ما كاينش واحد اللي قال مؤسسات الخواص تبع وزاره التعليم العالي تبع التكوين المهني، هادشي اللي قلنا.
واللي يزيد في السياسه تابع للدوله، ما كاينش اللي قال العكس. لا بلاتي بالنسبه لهذه المؤسسات شديد المراقبه، نعم